إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. بلا ما يقول لي شي واحد تكرار الاخبار، هذا البلان هضرت عليه في جوج الفيديوهات سابقه وغنزيد نهضر عليه حتى دابا. الا كانت بوسيبيليتي غادي نطبعوا على التيشيرت ديالي. الوداد وبعد المباراه اللي تلعبات ضد حسنيه اكادير صدر بلاغ استنكاري يهضر فيه على القرارات التحكيميه اللي كانت ضد الوداد في الجوله 11 من البطوله ضد حسنيه اكادير. في هذا البلاغ هذا جاء تابعنا في المقابلة الأخيرة ضد حسنية أكادير كيف أن الطاقم التحكيمي للمباراة لم يتدخل للحسم في الخطأ الذي وقع في مربع عمليات الفريق المضيف عبر تقنية الفيديو. نستغرب كيف أن الطاقم التحكيمي المشرف على تقنية الفار لم يكلف نفسه عناء إخبار حكم الوسط بلقطة مشكوك في أمرها، مما يطرح السؤال العريض عن كيفية ومقاييس تعيين حكام إما عائدين من التوقيف أو حكام مبتدئين في مباراة قمة بين فريقين متناقضين في الترتيب، واحد يبحث عن الصدارة وآخر محترم في المركز الأخير. إن المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجامعة والأجهزة الوصية مشكورة بوضع التقنيات الحديثة وسن استراتيجية التكوين المستمر للحكام. لا يجب أن تذهب سدى بقرارات تحكيمية تحدد وتحسم في النتائج. بزاف ديال التقارير خرجات والفيديو اللي كيوضح بدقة الخطأ اللي ارتكبه المدافع ديال حسنية أكادير في حق البحري، وكنا هضرنا عليه في الفيديو اللي فات وبينا لكم حتى اللقطة بالفيديو. رجعوا الفيديو اللي فات ما نبقاوش نعاودوه هنا، كاينين شي وحدين كيبقى يقول لي راه كتكرر الأخبار. الشيء الذي نقوم بتكريره فهو بسبب أن بعض الناس كيشوفوا غير هذا الفيديو هذا وما بقاوش غير يرجعوا يشوفونا مازال، يقدروا يكونوا ما شافوش الفيديو ديال البارح. فاحنا كنحاولوا أننا نقللوا هذه الاحتمالية هذه بتكرير الأخبار المهمة. بالنسبة للأخبار اللي كنكتبوها في العنوان ديال الفيديو فاكيد ما غاديش نكرروها الا اذا وقع وحدث تجديد في الخبر. حنا كنحاولوا اننا نطوروا، اكيد كنبقى انا غير انسان وخدام بوحدي على هذا البلان هذا، فاذا درت شي خطا ولا شي حاجه اما تغاضوا ولا وريوني الخطا اللي درت بالضبط باش نصحو. والي فيا الهضره بزاف هاد الايامات ياك.